يا أهلا وسهلا بيكم. في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع غريب ومثير. إزاي كفار قريش كانوا بيبردوا الخمر زمان من غير تلاجات ولا كهرباء؟ يعني تفتكروا كان عندهم تلاجات نوفروست ولا ديب فريزر؟ لا طبعا. الناس دي كان عندهم طرق بدائية بس ذكية جدا. يلا بينا نعرف الحكاية. أول طريقة كانوا بيستخدموها كانت حاجة اسمها اليخاجل، ودي حفر كبيرة بيعملوها في الأرض في مناطق فيها برد جامد أو جنب الجبال. كانوا بيجمعوا التلج في الشتاء ويحطوه جوه الحفرة دي ويغطوه بطبقات من التراب والصخور علشان ما يدوبش بسرعة. يعني تقدر تقول كده إنها كانت أول فريزر طبيعي في التاريخ. تاني طريقة، كانوا بيستخدموا أواني فخارية يحطوا فيها الخمر ويحطوها في مكان مظلل وفيه هواء. الطين بتاع الفخار بيساعد إنه يحتفظ بالبرودة شوية، وده كان بيخلي المشروب يفضل أبرد من الجو اللي حواليه. الطريقة التالتة كانت عبقرية بصراحة. كانوا بيغطوا الجرار دي بالرمل المبلول، ولما المية اللي في الرمل بتتبخر كانت بتسحب الحرارة من حواليها، وده بيخلي الجرة تبرد. دي نفس فكرة الزير اللي لسه بنشوفه في القرى. وكانوا دايما يدوروا على أماكن باردة في بيوتهم أو حواليهم، زي الأقبية أو المغارات أو حتى تحت النخل. يعني كأنهم اخترعوا التبريد الطبيعي بدماغهم من غير ولا فيزياء ولا كهرباء. وزي ما شفنا الناس زمان كانوا أذكياء جدا في التعامل مع الطبيعة، عرفوا يبردوا الخمر من غير تكنولوجيا. وده دليل إن الإنسان دايما بيدور على الراحة بأبسط الإمكانيات. قولولنا في الكومنتات إيه أكتر طريقة من دي عجبتكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا. سلام!